السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. في فيديو النهاردة ان شاء الله هشارككم كده وصفة جميلة جدا للبطاطس المهروسة. تقدروا تحضروها لسحور رمضان، وبجد يا بنات هتغنيكم عن اي صنف تاني بتقدموه في وجبة السحور. هتفضلي تاكلي منها كده لحد ما تزهقي. ما شاء الله اللهم بارك. كمان هتعمليها بقى بكمية كبيرة وتحطيها في التلاجة كده وتاخدي منها على قد الاكل. بجد هتريحك كتير جدا. تعالوا بينا على طول نبدأ ونشوف هنحضرها ازاي. بس ما ننساش نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسيش لايك للفيديو ده. في الاول يا بنات جبت كميه من البطاطس، طبعا تقدري بقى تعملي اي كميه انت عايزاها، كيلو 2 كيلو على حسب المتوفر عندك. كمان البطاطس الصغيره دي اللي هي بتكون بالحجم الصغير دي حلوه جدا في السلق والهرس. يعني لو عندك كميه بطاطس، ابدأي كده هاتي كل كميه البطاطس الصغيره اللي موجوده عندك واغسليها كده غسله كويسه من اي طينه او رمله او اي حاجه غير مرغوب فيها. تمام. ببتدي بعد كده اخد البطاطس وبقسمها كده لنصين او بعمل فيها كده فتحه من فوق علشان طبعا تستوي بسرعه معايا. طبعا هي صغيره اصلا مش هتاخد سوا كتير معانا، ولكن طبعا علشان ما تغيبش في التسويه. بقطع كميه البطاطس بتاعتي كلها بالشكل ده. بزودها بعد كده ميه مغليه او ميه بارده على حسب ما انت عايزه. وبحط كده معلقه من الملح وبرفعها كده على النار وبنسويها تسويه عاديه جدا. اهم حاجه البطاطس بتاعتك كده تكون متغطيه بالميه. طبعا احنا كلنا شاطرين ونقدر نعمل الخطوه دي بكل سهوله. بسلق البطاطس بالطريقه العاديه جدا. بس اول ما بتبدا ان هي تغلي معايا بهدي النار شويه، وكمان بخلي الغطا كده موارب شويه علشان طبعا ما يوقعش اي ميه على البوتاجاز. بعد ما البطاطس بنسلقها بتقشريها برضو بالطريقه العاديه جدا. طبعا وهي لسه سخنه معاكي كده نزلي منها كده الميه السخنه وزوديها ميه بارده، وهتكون لسه دافيه معاكي. ما تحاوليش تسيبي البطاطس معاكي تبرد، علشان القشره هتجلد فيها تاني ومش هتعرفي تقشريها، وهتكون تقشيرها بالنسبه لك هيبقى صعب. ولكن وهي لسه سخنه كده ابداي قشريها على طول. بعد ما بقشر بقى كميه البطاطس بتاعتي كلها باخدها كده وبحطها في حاجه واسعه علشان ابتدي ان انا اهرسها. وبهراسه البطاطس بقى او هراسه الفول او حتى بالشوكه لو تقدري تعملي كل الكميه دي ابداي اهرسيها. عايزين نعمل البطاطس بتاعتنا كده ونخليها بيوري خالص، يعني كده تكون ناعمه معاكي قوي. لو في هاند بلندر برضو متوفر وحابه ان انت تهرسيها برضو تمام، مفيش اي مشاكل. ببدا اهرس البطاطس كده. هي سهله جدا، وكمان وهي لسه سخنه كده على طول هتتهرس معاكي. البطاطس معايا بقت بيوري كده بالشكل ده، وما شاء الله اللهم بارك. كده يا بنات نكون خلصنا كده اصعب جزئيه في المهمه بتاعتنا. نيجي بقى لاخر خطوه معانا. في طاسه كده على النار حطيت فيها كده حوالي ربع كوبايه من الزيت، وبنزل عليه كده ببصلتين متوسطين الحجم مقطعاهم كده مكعبات صغيره خالص. اسخن الزيت كويس، بعد كده ببتدي ازود البصل وببتدي اقلب بقى تقليب مستمر لحد ما البصله معايا تاخد لون كده اشقر فاتح. مش لازم نغمق البصله، يعني يا دوبك كده تاخد لون اصفر فاتح كده. بعد كده خلاص هنبتدي نزود باقي الاضافات بتاعتنا. طبعا لو انت حابه تضيفي توم في الوصفه دي هتخلي طعم البطاطس احلى، ولكن احنا علشان في رمضان وكده وصيام وسحور فبنستغنى عن خطوه التوم دي تماما. اول ما البصله بتاخد اللون الذهبي معانا هبتدي ازود البهارات بقى. بزود بقى نص معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الكمون، الكزبره الجافه، الفلفل الاسود، وبزود الملح طبعا على حسب رغبتكم، وعلى حسب طبعا ما نظبط الملح بتاع البطاطس. ببتدي بقى اقلب البصل مع التوابل كده لحد ما نشم كده تحميصه التوابل والريحه الجميله بتاعتها. اخر حاجه بقى بنضيف البطاطس. بتحطي كميه البطاطس بتاعتك كلها، تبداي بقى قلبي بقى البطاطس مع البصل كده والتوابل كده حوالي كده دقيقتين او 3 دقايق، لحد طبعا ما تمتص بقى من طعم البصل والتوابل كده وتاخد طعم وريحه. وبعد كده بنرفعها من على النار. شايفين اللهم بارك، بجد الريحه رهيبه جدا. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه يا بنات. وعايزه اقول لكم لو احنا في الايام العاديه وحابين ان انتوا تجربوها، ضيفوا كده ريحه بسيطه كده من الثوم حوالي ربع معلقه صغيره مع البصل وكده، هتخلي الطعم احلى بكتير قوي. ولكن زي ما قلت لكم علشان احنا في صيام وسحور وكده بنتجنب طعم الثوم في الاكل كتير. بقلب البطاطس بقى كده خلاص، وبعد دقيقتين او 3 دقايق برفعها من على النار. اخر خطوه معانا بقى، والخطوه دي اختياريه ولكن عايزه اقول لكم بجد بتفرق جدا في الطعم. هنضيف كده حوالي يعني حزمه كزبره خضراء بكون مقطعاها كده مكعبات صغيره، وببتدي ان انا اقلبها على البطاطس. عايزه اقول لكم بجد انا بحس ان الكزبره دي اتخلقت علشان تكون موجوده مع البطاطس المهروسه. ما شاء الله اللهم بارك. الريحه بجد والطعم حلو قوي. وبس كده يا بنات الوصفه كده بتكون خلصت. بحطها كده في وعاء كبير كده وبحطها جوه التلاجة. وطبعا وقت السحور باخد كده جزئيه بجزئيه وبنسخنها وبتقدميها بالف هنا وعافيه. الطعم بجد رهيب حقيقي، مش هقدر اوصف لكم طعمها، هسيبكم تجربوها وتقولوا رايكم فيها. بتقدميها بقى في وسط السحور بتاعك كده، عايزه اقول لكم بجد مش هتاكلوا غيرها. يعني هسيبوا كده كل الاصناف الموجوده وهتاكلي بطاطس بس. مشبعه جدا وطعمها رهيب يا بنات.
وبس كده فيديو النهارده بيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطريقه. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.